معقول الكلام ده يا استاذ خليل؟ طبعا معقول. معقول ازاي بس؟ عاوزني اكتب لك روايه عن جريمه قتل وانا عمري ما كتبت روايه بوليسيه في حياتي. وفيها ايه يعني؟ هي مش روايه زي كل الروايات اللي انت بتكتبها وتالفها؟ لا مش زيهم، دي عاوزه تخصص يا استاذ ودراسه. دراسه ايه بس وغيره ايه؟ كفايه عليك انك تقرا صفحه الحوادث اللي بيكتبوها في الجرانين. ايوه بس دي جرايم وحوادث حصلت فعلا وكل الناس بيقروها وعارفينها. خد فكره منها يا اخي، مش لازم تكتبها بالظبط. هو انت لازم ترتكب جريمه يعني علشان تكتب روايه بوليسيه؟ ما هو انا لو وافقتك وكتبت روايه بوليسيه هيكون العمل ده نفسه في حد ذاته جريمه. ايوه جريمه لم ارتكبها. جريمة لم أرتكبها، كتبها أحمد حلمي وأخرجها إبراهيم الكردي. طبعا معقول الكلام ده. معقول ان اسيب بيتي واروح اقعد في بيت مهجور لوحدي في اخر الصعيد؟ وفيها ايه يعني؟ هو انت مش قاعد هنا برضه في بيت لوحدك؟ ايوه لكن قاعد وسط اهلي ومعارفي واصدقائي يا استاذ. ما هو ده اللي احنا عاوزينه علشان تقدر تكتب على راحتك من غير ما حد يشغلك. تقوم توديني في اخر الصعيد؟ ما لقيتش حته يعني اقرب من كده شويه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا استاذ. وايه بقى اللي يخليه ما ينفعش؟ علشان البيت اللي انت هتسكن فيه هو نفس البيت اللي انقتل فيه صديقك المؤلف البوليسي العظيم الراحل سليم سالم. ايه بتقول ايه؟ البيت اللي اتقتل فيه صاحبي المرحوم سليم سالم؟ ايوه. ايوه ايه؟ وايه المناسبه وعلشان ايه؟ علشان تكمل رسالته وتكرمه وتخلد ذكراه يا استاذ. وهو انا علشان ما اخلد ذكراه اروح اسكن في بيته؟ ايوه. مش جايز يلهمك الجو الغامض اللي كان عايش فيه بافكار بوليسيه جديده وتكتشف سر قتله؟ يا سلام، انا اللي هكتشف سر قتله؟ اذا كان البوليس يا راجل قعد سنه كامله يحاول وما عرفش او ما هعرف انا؟ لا والله ضحكتني. انا بقول جايز عرفت ما عرفتش ما يهمش. المهم انك تكمل رسالته وتكرمه، ده اذا كنت صحيح بتحبه. قلت ايه؟ ايه مالك سكت ليه؟ وما تنساش كمان ان دي هتبقى دعايه كبيره للروايه اللي انت هتكتبها، والدعايه مهمه قوي اليومين دول علشان التسويق. ايه ما تقول اي حاجه، سكت ليه؟ اصل انا مش عارف اقول لك ايه. يا سلام، هو الموضوع صعب قوي للدرجه دي؟ وخد بالك كمان في حاجه انا نسيت اقولها لك. ايه هي؟ انا خلاص اجرت الفيلا اللي كان ساكن فيها صاحبك ودفعت ايجارها مقدم، واستهلاك الميه والنور ومكالماتك التليفونيه كمان، وكل ده مقدم. يعني اذا ما وافقتش يبقى هيتخرب بيتي. لا من ناحيه الفلوس يعني. استنى ما تستعجلش، انا لسه ما خلصتش كلامي. ايه في ايه تاني؟ في ان قطعت لك تذكره القطر اللي انت هتسافر فيه الليله دي الساعه 12 بالليل كمان؟ ايوه يا سيدي كمان. يعني عملت كل الترتيبات. ايه رايك بقى؟ رايي؟ وهي دي يعني عايزه رايي؟ يعني ايه؟ يعني موافق طبعا بس غصب عني. ايه ده جرس الباب اللي بيضرب. ابتدينا بقى في النحس. يا ترى مين ده اللي جاي عكنني على الصبح؟ يا رب استر يا رب. يا فندم. نعم. انت مين؟ عايزه ايه؟ انطقي اتكلمي اوام بسرعه، انا مش فاضيلك. يا باي اهدي على مهلك شويه كده يا سعاده البيه. دي مجابله برضه تقابلني بيها؟ اللهم طولك يا روح. لا خلاص ما بقالوش لزوم، ابقى اجيلك وقت تاني. فوتك بعافيه. لا تعالي هنا. رايحه على فين؟ خشي وفهميني انت ايه حكايتك انت الاخرى. حكايه تاني؟ ده انا اللي عايز اعرف حكايتك انت مش اني. مش مهم تعرفي بس خشي. حاضر يا بيه اديني داخله اهو، بس اوعى كده من سكتك ده خليني اعرف اخش. اتفضلي اديني وسعتلك اهو. اتفضلي. نعم انطقي اتكلمي. انتج واتكلم ازاي يا سعاده البيه؟ مش لما تروجي كده وتقعد على مكتبك وتشرب لك فنجان قهوه؟ مش عايز زفت، مش عايز حاجه، بس خلصيني. قولي لي انت تبقي مين؟ اني؟ ايوه انت. انا ابقى الشغاله بتاعه القصر ده يا سعاده البيه. شغاله؟ ايوه شغاله.
استريحت بقى وعرفت اني ابقى مين. ايوه عرفت خلاص. عايز حاجة تانية يا بيه؟ ما انت لسه ما قلتليش على اسمك. نحمده يا بيه، نحمده. بتقولي ايه؟ اسمك نحمده؟ ايوه يا بيه. اسمك نحمده؟ يعني ابوكي وامك سموكي نحمده؟ ايوه يا بيه، اصلهم كانوا عاوزين ولد، ولما ما جاش الولد وجات البت قالوا نحمده وراحوا مسميني نحمده. ايوه كده، اضحك وفرفش، محدش واخد منها حاجه. ودلوقتي بقى نحمده، انا عايزك تسيبيني شويه علشان اعرف اكتب لك كلمتين. هو حضرتك ما تأخذنيش، يعني بتكتب ايه، روايه ولا حاجه تانية؟ والله انا عندي امل انها تطلع روايه مش حاجه تانية. وهتطلع في التلفزيون ان شاء الله. ده امل كل كاتب يا نحمده. وهو حضرتك ابتديت تكتب فيها يا انا بيه؟ فعلا ابتديت يا نحمده، بس اصل الكتابه دي مش حاجه سهله كده زي ما انت فاكره. يبقى حقك تمسك القلم وتكتب بدل ما انت قاعد تتحدد معايا كده. انا خايف اكتب يا نحمده، خايف. خايف؟ وخايف من ايه؟ اقول لك الحقيقه يا نحمده، انا مش عارف راسي من رجليا. انا كل اللي عملته اني اخترت شويه شخصيات، بس مش عارف الناحيه البوليسيه بقى هجيبها ازاي ومنين. تجيبها ازاي؟ زي كل اللي بيكتب الروايات البوليسيه، واحد ولا واحده تنقتل ويجي البوليس ويحقق سين وجيم سين وجيم، وفي الاخر يقبضوا على القاتل، وتوتا توتا فرغت الحدوته، وتصبحوا على خير يا اطفال الصغار. يا سلام بالبساطه دي. ايوه يا بيه، انت مش بتقول انك اخترت الشخصيات بتوع الروايه وحطيتهم في مخك؟ ايوه. خلاص ابتدي حطهم بقى على الورق، وانت هتبص تلاقيهم على طول قالولك على الناحيه البوليسيه اللي انت عاوزها. الله، والله يا نحمده دي فكره مش بطاله، وجايز فعلا توصلني لحاجه. ضروري لازما هتوصلك بعون الله، بس انت ابتدي الاول. ايوه ابتدي. وهو كذلك يا نحمده، هبتدي. يبقى روح اعمل لك كوبايه شاي، بس اوعى تقول لا. لا ما تخافيش، مش هقول لا. وما تنساش قبل ما تبتدي في الكتابه لازما تسمي الاول. وهي دي برضو حاجه تتنسي يا نحمده. خلاص امسك بقى القلم والورق اهو قدامك اهو، وابتدي اكتب على بال ما اروح انا اعمل لك كوبايه الشاي، وربنا ان شاء الله هيفتح عليك. 5 ورجعها لك يا بيه. نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كده دلوقتي، لما اقرا بقى اللي انا كتبته. وفي ليلة من ليالي الشتاء القارس، سمعت ليلى صوت الرعد المخيف الذي أخذ يزداد المرة بعد الأخرى. إيه ده في رعد بصحيح، غريب. على العموم ده فالحسن. نكمل القراية. كما أخذ المطر ينهمر بغزارة. الله، ايه الحكاية؟ دي الدنيا بتمطر بصحيح. حلو، ما هو ده شيء طبيعي. طبعا لما بيحصل الرعد المطرة بتنزل. الظاهر ان الرواية دي هتطلع طبيعية، وهو ده الجو اللي انا كنت محتاج له. ايوه هو ده الجو الغامض المناسب للروايات البوليسية. كما اخذ المطر ينهمر بغزارة، وتتساقط حباته على زجاج النافذة الوحيدة التي في غرفة نوم ليلى، مما اضطرها أن تترك فراش نومها إلى الطابق الأسفل من الفيلا. وما إن وضعت قدمها على أول درجة من السلم الذي يوصل إلى أسفل الفيلا حيث توجد غرفة الجلوس، حتى توقف صوت الرعد والمطر فجأة. إيه ده؟ الدنيا مالها سكتت ليه كده؟
غريبة أوي الحكاية دي. يعني إيه؟ معناه إيه الكلام ده؟ كل حاجة بكتبها بتحصل. لا لا لا، ده شيء مش طبيعي. أنا لازم بحلم. لا، مش ممكن أكون بحلم. أنا قاعد أهو على المكتب وفي إيدي الورقة اللي بقرا منها. يبقى أنا لازم بقى اندمجت في الكتابة قوي وتهيألي إن اللي أنا بكتبه ده طبيعي وإنه بيحصل فعلا. آه آه، هايل هايل، ده شيء مشجع للكتابة. نكمل بقى قراية. وما إن وضعت قدمها على أول درجة من السلم الذي يوصل إلى أسفل الفيلا حيث توجد غرفة الجلوس، حتى توقف صوت الرعد والمطر فجأة، ولم يبق إلا صوت وقع أقدام ليلى وهي تنزل على السلم. أيوة، أهو أنا سامع دلوقتي صوت وقع أقدامها. صح أكبر، صح. إنها فتاة في غاية الجمال. متشكرة يا أستاذ. وهي في حوالي 40 من عمرها. إيه ده؟ وليه بس كده؟ ما تصغرني شوي. ولكنها تبدو أصغر من ذلك بكثير. طبعا البركة في المكياج. إلا إذا اقتربت منها فقد تتمكن من اكتشاف عمرها الحقيقي. حلو الكلام اللي أنا كاتبه ده. وأنا كمان مبسوطة منه قوي قوي قوي. إنها ترتدي وشاحا أخضر اللون تضعه حول عنقها. وهو ضروري بقى لازم يكون أخضر؟ ما ينفعش أزرق زي اللي أنا لابساه ده؟ وشاحا أخضر اللون تضعه حول عنقها. زي بعضه. أطلع أغيره بواحد أخضر عن إذنك. والوشاح الأخضر هينفعني كتير. ممكن استخدمه في ارتكاب الجريمة. يتلف حوالين الرقبة وضغطة واحدة ينتهي كل شيء. أديني غيرت لك الوشاح الأزرق بوشاح أخضر علشان تتبسط. وتبدأ ليلى في النزول من على السلم، وبدأ صوت الرعد يعود مرة ثانية. ما بلاش حكاية الرعد دي يا أستاذ، ده بيخليني أترعش. وبدأت تسير في أنحاء الغرفة بعصبية شديدة. وبعصبية ليه؟ ظاهر إنه ناوي يخليني أتقتل. حتى تصل إلى الأريكة وتجلس عليها محاولة منها لتهدئة أعصابها. ومرة أخرى نسمع صوت الرعد المخيف فتقف ليلى مذعورة. ما كانش في داعي تكتب الجملة دي لأن كنت هعملها لوحدي. وبعد قليل سمعت ليلى صوت أقدام آتية من المطبخ، فتوترت أعصابها وشعرت بالقشعريرة تسري في عروقها. لا لا يا أستاذ، ما تحاولش تقتلني دلوقتي، ده أنا لسه مبتدية. واقترب صوت وقع الأقدام شيئا فشيئا، وأخيرا يا ساتر يا رب، عاصفة ايه دي اللي خلت النور يتقطع؟ طب والعمل وانا لوحدي هنا في الفيلا ونحمده روحت. افتكرت، انا كنت شايف بطارية محطوطة على المكتب ولازم تكون محطوطة مخصوص علشان الطوارئ اللي زي دي، بس نحمده نسيت تقولي عليها. على العموم ادور عليها. يا رب يا هادي اياك اعترف فيها. ايوه اهي لقيتها، والحمد لله انها نورت. نور ضعيف صحيح لكن معلش اهو احسن من الضلمة. بس يا ترى هو نور اتقطع من الفيلا لوحدها ولا من الحتة كلها؟ لا لا يا عزيزي، من الفيلا بس. ايه ده؟ مين ده اللي بيتكلم؟ أنا يا أستاذ. انت تبقي مين وازاي دخلت هنا؟ ايه الحكاية اللي بيحصل ده؟ ده البرق والرعد هم اللي طفوا النور يا أستاذ. الله أكبر الله أكبر. انت مين؟ أنا ليلى. ليلى؟ الله، مالك مستغرب ليه؟ ليلى اللي لبستها الوشاح الأخضر. ايه قصدك تقول يعني انك انت ليلى بتاعتي انا؟
ليلى اللي انا كاتبها في روايتي؟ ايوه يا استاذ، وملكك وتحت امرك يا استاذ، يا مؤلف، يا عظيم. لا انا لازم انصعقت. ايوه، الصاعقه صعقتني. انا الحقوني بالاسعاف. ايوه، انا لازم اطلب الاسعاف. التليفون اهو. ايه ده؟ ايه هو التليفون ماله؟ التليفون ما بيشتغلش يا استاذ، ما تتعبش نفسك. ايوه، الظاهر كده عندك حق. بس ممكن تقولي لي من فضلك يعني هي ايه الحكايه بالظبط؟ لا، ده انت اللي لازم تقولي، انت المؤلف. انا لازم بهلوس، لكن انا ما باخدش حبوب هلوسه ولا باخد الاسبرين حتى. بس الحمد لله اهو النور ولع اهو. ايوه بقى، وخليك شاطر واطفي البطاريه اللي في ايدك دي لحسن بتزغلل عينيا، وانا عاوزه اشوفك كويس. ايوه ايوه كده. لا والله، ده انت طلعت مش بطال ابدا، احلى بكتير من اللي انا اشتغلت معاهم قبل كده. اعملي معروف، خلينا نبتدي من الاول. انتي تطلعي مين؟ ما انا قلت لك ليلى، بس ليلى ايه ما اعرفش، لانك انت لسه ما قررتش. كان عندك نية انك تسميني ماجد، ليلى ماجد، مش كده برضو يا استاذ؟ ايوه، بس ليلى ماجد دي ما هياش شخصيه حقيقيه، دي موجوده على الورق بس. لا 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 يا عزيزي، لا، دي موجودة اصلا في دماغك، بس يا ترى بقى طلعت حلوة زي ما انت صورتها في دماغك؟ على العموم انت ما وصفتنيش كويس، نسيت توصف حاجات كتير فيا. ايه رأيك في شعري؟ عجبك؟ يعني مفيش شك انه يلفت النظر. متشكرة يا أستاذ. دلوقتي بقى تسمح تقولي، هو أنت ناوي تقتلني؟ أصل أنا مش عاوزة أتقتل، لكن أعمل إيه؟ كل المؤلفين بيخلونا أتقتل. لا، انا لازم اكون نايم وبحلم. علشان كده انت هنا وقاعده على الكنبه قدام اهو. لا لا يا أستاذ، ده مش مظبوط، ده أنت اللي اخترت شخصيتي، بس يا ترى بقى طلعت زي ما أنت صورتني في خيالك يا أستاذ؟ فيكي شبه منها صوتك زي ما انا تخيلته كمان. لكن إيه؟ أنا نفس الشخصية اللي أنت رسمتها في خيالك، وديني قدامك أهو. إيه؟ أنت مش مبسوط إنك شفتني؟ انا ما كنتش منتظر ان انا اشوفك بلحمك ودمك. ده يعني اذا كنت صحيح من لحم ودم. بتصادف إنها تحصل يا أستاذ، بتصادف لسعداء الحظ. أنت كنت بتفكر فيا وأنت بتكتب، والبرق والرعد جم في الوقت المظبوط، وديني قدامك أهو. وعلى العموم بقى دي ما بتحصلش كتير. ليه؟ هي حصلت قبل كده؟ أحيانا لما تتقابل العناصر كلها في الوقت المناسب. إحنا دايما موجودين، عليك بس إنك تفكر، وإنت هتلاقينا دخلنا في مخك على طول، وبنعمل اللي تؤمر بيه. وناوية تقعدي قد إيه هنا؟ على قد ما أنت محتاج لنا علشان تكتب قصتك. إيه؟ بتقولي إيه؟ محتاج لنا؟ هو في حد غيرك موجود هنا؟ طبعا يا أستاذ، كل الشخصيات اللي انت اخترتها للرواية. كده؟ أيوة كده، أمال انت هتخلص الرواية ازاي؟ بس تسمح تديني كوباية مية لحسن أنا عطشانة قوي، ممكن؟ هو انت كمان بتقدري تشربي؟ ده انت مجرد خيال في ذهني. أيوة يا أستاذ، لكن لما بينطلق سراحنا بنقدر نعمل كل حاجة. لا، خليكي بعيد لو سمحتي، ما تقربيش مني. انا هروح اجيب لك كوبايه الميه. انت رايح على فين يا استاذ؟ رايح اجيب لك الميه، ما هي اصلي الشغاله مش موجوده. ايوه، لكن الشغال اللي اخترته لروايتك موجود، واللي عليك انك تضرب له الجرس وهو يجي لك على طول. جرس؟ هو فين الجرس ده؟ هتلاقي الكمثرى بتاعته محطوطه على المكتب، وما عليك الا انك تتك عليها وانت هتبص تلاقيه قدامك. ايه ده؟ الله، معقول الكلام ده؟ انا مش مصدق. عايزه تقولي لي ان في شغال موجود هنا دلوقتي في الفيلا؟ ايوه يا استاذ. وهيجي لما اضرب له الجرس؟ دي شغلته يا استاذ. واسمه ايه؟ انا اصلي غيرت اسمه امبارح بالليل، بس سميته محروس. هايل، مؤلفين كتير بيسموا الشغالين بتوعهم بالاسم ده،
مستني ايه يا استاذ؟ ما تضرب له الجرس علشان تصدق. طيب ادينا هضرب الجرس اهو، ما نشوف. ايه، اتفضلي اهو، ما جاش ولا حاجه. بص وراك وانت هتلاقيه. حضرتك ضربت الجرس يا فندم. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ انت مين؟ انا محروس يا بيه. هو مش حضرتك اللي ضربت لي الجرس؟ تؤمر بحاجه يا بيه؟ لا يا محروس، انا اللي عاوزاك تجيب لي كوبايه ميه، ممكن؟ تحت امرك يا ست هانم، تحت امرك. وحضرتك مش عاوز تشرب كمان يا سعاده البيه؟ لا انا مش عايز حاجه، مش عايز اي حاجه. بس ابعد شويه، ابعد عني. حاضر يا بيه، تحت امرك. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه مالك يا استاذ علاء؟ بتترعش كده ليه؟ عندك برد؟ لا، عندي رعب. من ايه؟ من اللي بيحصل ده. معقول ان الناس هتصدقني لما اقول لهم على اللي بيحصل ده؟ لا، وانت لو حاولت انك تقول لاي حد هيدخلوك مستشفى الامراض العصبيه. الله يطمنك. الميه يا استاذ. ايه ده جرس الباب بيضرب. مين اللي هيجي لي في الوقت ده؟ وهقول له ايه بس لما يشوفك؟ مش هتحتاج انك تقول له حاجه، لانه مش هيشوفني، وما حدش هيقدر يشوفنا غيرك انت بس، لان احنا اللي في خيالك وبس. احنا خيالك يا استاذ. خيالي؟ ازاي؟ والميه اللي انت شربتيها اتبخرت كده في الهوا؟ انا ما اقدرش امس اي حاجه قدام حد غريب غير قدامك انت بس. يعني عايزاني اتجاهلك قدام اي شخص غريب؟ طبعا. لكن ما فكرتش ليه ان اللي ضرب الجرس ده يمكن يكون واحد من الشخصيات اللي انت تخيلتها في روايتك؟ كاريلا زي بعضها. مين هو؟ مين؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، في حد بيسأل على حضرتك، ادخله؟ يا صلاة النبي، الله أكبر الله أكبر. خليه يتفضل يا سيدي، ما أنا اللي فكرت فيه. حاضر يا بيه. ودلوقتي بقى يا أستاذ، أنا مضطرة أني أطلع فوق علشان أفتح شنطتي وأطلع منها هدوم. أنت أصلك مخليني في روايتك أغير هدوم كتير. أصل أنا كمان عارفة مين اللي ضرب الجرس ومش عاوزة أشوف. وأنا كمان مش عايز أستقبل حد لأنه هيعطلني عن الكتابة. لكن يا أستاذ، ده جه الوقت اللي هتظهر فيه بطلة الرواية الجميلة اللي هتمثل شخصية الفتاة الساذجة. أنت قصدك على كاميليا؟ أنا أصلي مسميها كاميليا. أيوة هي يا أستاذ، الدلوعة اللي انت خليتها تتدلع وهي بتتكلم. دلوقتي هتشوفها وتسمعها أول ما هتخش من الباب، هتروح على طول قايلالك: ياي ياي النترة بلتني خالص، أنا لازم شكلي بقى مخيف ومرعب. ياي استنى يا أستاذ، استنى شوية بقى وانت هتشوف بطلتك الست كاميليا. فاضل لها 5 دقايق وتخش. حاضر يا ستي، أديني مستنى أهو لما أشوف. اتفضلي من هنا يا ست هاني. ياي النضرة بلتني خالص، ده انا لازم شكلي بقى مخيف مرعب. يا أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أنا علاء البدري. ايوه انا عارفاك، بس ما كنتش منتظرة ابدا انك تجيبني هنا في النطرة اللي احنا فيها دي. بتخليني في صورة وحشة خالص، مرعبة مخيفة. يا أنا ما كانش قصدي إن أنا أجيبك هنا خالص. يا هي دي التحية اللي بتستقبلني بيها؟ أنا ما كنتش متصورة أبدا إني أتحمل كل التعب ده عشان أجيلك رغم إرادتي طبعا، وتكون النتيجة إنك مش مبسوط تشوفني. لا طبعا أنا مبسوط إن أنا شفتك، بس الحكاية إن أنا ما كنتش منتظرك. لا يا أستاذ، لا، مش أنا الضيف الغير منتظر أبدا، وعمري ما هكون كده. أنا بقى الشخصية اللي بتمثل دور الفتاة الساذجة اللي كل الناس بتقع في حبها، لدرجة ان في منهم بيحاولوا يقتلوني. لكن انا عمري ما كنت الضيف الغير منتظر ابدا ابدا ابدا. أيوة، لكن أنتي مش هتتقتلي، مش كده؟
امال ايه اللي انت كاتبه ده في الورقة المكتوبة على المكنة دي؟ نوعها ايه القصة البوليسية اللي انت كاتبها دي؟ اذا كنت هتخلي الفتاة الساذجة المدللة في الرواية تتقتل في الوقت اللي فيه البطل بيحاول انه ينقذها، يا ده انت كنت بتكتب احسن من كده بكتير. جرالك ايه؟ لا مؤاخذة يا ست هانم، تحب اعمل لحضرتك فنجان شاي؟ يبقى كتر خيرك يا محروس، انت اصلك بتعرف الاصول وراجل طيب وكلك ذوق. العفو يا ست هانم، عن اذنك. الغريبة اني بلاقي كل الناس بتعاملني بذوق وادب ورقة، ودي حاجة بتضايقني. بالعكس، انا شخصيا بتعجبني. كل واحد وذوقه. دلوقتي بقى نقدر نقعد على الكنبة دي ونستنى. قصدك نستنى ايه؟ الشاي؟ ايوه نستنى الشاي ونستنى الساعة 12 لما تيجي. وايه اللي هيحصل الساعة 12؟ انا بدي افهم. جرى ايه يا استاذ علاء؟ مش عارف ايه اللي هيحصل الساعة 12؟ ايا ده انت اللي كاتب الرواية. هيحصل يا استاذ انهم هيقروا الوصية الساعة 12. المهم انت مش مبسوط انك شفتنا؟ مش عارف، بس يعني يمكن يكون ده في شيء من التوضيح لفكرة الرواية. الشاي يا ست هانم. طيب حطه عندك على الترابيزة يا محروس. انا فاكر ان حضرتك بتشربي الشاي بمعلقة واحدة من السكر، مش كده برضو؟ يا سلام عليك يا محروس، انت لسه فاكر. امال يا ست هانم. اصل يا استاذ علاء كل ما بنشتغل مع بعض في رواية واحدة وهو باستمرار بيحط لي معلقة سكر في الشاي. مفيش إلا مرة واحدة بس المؤلف صمم إنه يديني 4 معالق سكر عشان يغير طعم الشاي اللي كان حاطط لي فيه السم، وكانت النتيجة إنهم خدوني على المستشفى وعملوا لي غسيل معدة. فاكر يا محروس؟ ايوه يا ست هانم، ايوه. عن اذنك. اوعى تكون ناوي يا استاذ علاء انك توديني المستشفى في روايتك انت كمان. لا اطمني، انا لا هزود لك السكر ولا هوديك المستشفى. اطمنتي بقى؟ الحمد لله. قولي بقى، انت متجوز؟ لا. وانتي؟ انا مش فاكرة انهم جوزوني في رواياتهم اللي بيألفوها، انا فاكرة انهم دايما بيخلوني اتخطب، لكن اللي بيحصل ان الجواز مش بيتم، لان العريس يطلع هو القاتل اللي هيقتلني، وفي اخر لحظة يطلع شاب لطيف وينقذني منه ويقتله هو، وانا بقى اللي اورث ثروته. ويكتر خطابي اللي عاوزين يتجوزوني طمعا في ثروتي مش جمالي، وانا برفض طبعا. انا كنت بفكر اني اخليكي تورثي ثروة كبيرة في روايتي. كتر خيرك، انت لطيف قوي يا استاذ علاء. انا لو كنت بني ادم بحق وحقيقي كنت احب اتخطب لواحد يشبه لك بالظبط. على العموم ده شيء جميل ان الواحد يحلم بفتاة احلامه في الخيال ويتمنى ان حلمه يتحقق ويصبح حقيقة. ويا ترى بقى فتاة احلامك اللي بتحلم بيها تشبه لي كده؟ طبعا لازم تكون تشبه لك لان انا اللي تخيلتك. متشكرة قوي يا استاذ علاء، يا ريتني كنت اقدر استنى معاك، لكن بعد الساعة 12 بالليل محدش عارف ايه اللي هيحصل. انا مش فاهم انت ليه بس مهتمة قوي بحكاية الساعة 12 دي. عشان الوصية يا استاذ، انت مش مخطط انها هتتقري الساعة 12 بالليل؟ دي كانت مجرد فكرة لكن انا مستعد اغيرها اذا ما كانتش الفكرة دي عجباكم. لا عجبانا قوي يا استاذ علاء. على فكرة مين كمان هيجي هنا عشان يحضر قراية الوصية؟ الله اعلم، انا اصلي ما بقتش عارف راسي من رجليا. على العموم انا هطلع اشوف مين اللي فوق، ما هم كلهم بينزلوا من فوق. عن اذنك. لا ما فيش داعي يا استاذ علاء، ما تطلعش، انا نازلالك. يا اهلا وسهلا. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ انا جيت لك اهو يا استاذ علاء، وانا اهو في شدة الاضطراب. اذا كنت انت في شدة الاضطراب انا في شدة الجنون. دي الست الكبيرة اللي انت رسمتها في روايتك.
هو حضرتك تبقي ابقى الانسه حافظه الدرملي. ازيك يا كاميليا؟ انا ما كنتش اعرف انه اختارك انتي كمان في الرواية بتاعته. ما هم الكتاب تقريبا كلهم بيبقى عندهم شخصية ست كبيرة في السن في كل الروايات اللي بيكتبوها. وزي عوايدي أنا ما ببقاش مبسوطة، لكن ما باليد حيلة، هم اللي بيختاروني. لكن أنا عمري ما اشتغلت معاكي في رواية واحدة. ودلوقتي بقى يا أستاذ علاء أقدر أعرف أنا هعمل إيه في روايتك؟ اوعى اوعى تقتلني في اول الروايه. انت لازم تديني فرصه ان اثبت وجودي. حاضر يا ستي حاضر. وحاجه تانية كمان يا استاذ علاء، انت مش تسيطر شويه على البت الشغاله اللي انت مقعدها فوق دي؟ شغالة؟ تصور انها بتحاول تفتح شنطتي عشان تطلع منها حاجاتي. تتصور؟ مش معقولة يا حفيظة، دي لازم الشغالة اللي اسمها سعدية، مش كده؟ هي بتطاردني في كل روايه. مين سعدية دي؟ الله، الشغالة اللي انت بتسميها سعدية وجايبها لحد هنا يا أستاذ. ايوه، لكن دي كانت مجرد فكرة انه لازم يكون في شغالة في الرواية، لكن انا ما اتخذتش فيها قرار وهي تبقى مين ولا شخصيتها ايه كمان حتى. لا يا أستاذ علاء، لا، انت اتخذت فيها قرار وخلاص ثبتت في مخك. عن إذنكم بقى لما أطلع أشوفها عملت إيه، لحسن تفتح شنطتي أنا كمان تبقى مصيبة. انت خايفة على ايه؟ على هدومك اللي جواها، انت مش هتلحقي تلبسيها. احنا جايين هنا عشان نتقتل. الله، انت نسيتي ولا ايه؟ وصدقيني هنتقتل بسرعة كمان، مش كده يا أستاذ علاء؟ هو في الحقيقة أنا يعني لسه ما حددتش لغاية دلوقتي مين بالظبط اللي هيتقتل. لا يا أستاذ، لا، أنت جايبنا هنا وحاطط في دماغك الجريمة، والجريمة لازم هتحصل. وانت يا أنسة كاميليا رأيك كده برضو؟ أنا مش متأكدة، لكن طالما بقى إننا بقينا أحرار يمكن نقدر نغير فكرتك ونحط بدلها حاجة تانية. عن إذنكم لما أطلع أشوف سعدية بتعمل إيه. استنى، شوف بتتمختر إزاي وهي ماشية طول عمرها دلوعة. ودلوقتي يا أنسة حفيظة أدي احنا بقينا لوحدنا، تسمحي لي أسميكي فيفي؟ أنت تقدر تسميني زي ما أنت عاوز، لأنك مش مسجون زينا. هو انتم مسجونين؟ طبعا مسجونين في سجن مخك. ايوه، بس انتوا خرجتوا من مخي خلاص وبقيتوا احرار زي ما بيقولوا، بس انا لسه مش فاهم احرار يعني ايه. يعني تقدروا تخرجوا من هنا وتروحوا اي مكان تاني؟ ما افتكرش يا استاذ، هنخرج نعمل ايه؟ لا معانا فلوس ولا حد هيقدر يشوفنا، لكن هنا لينا وجود، لان ده المكان اللي هتتم فيه الجريمة، وانت بقى حبسنا لغاية ما نحللك سر الجريمة، عشان كده لازم افضل موجودة هنا. طب تقدري تقولي لي هيحصل لك ايه لو انا خرجت ومشيت من هنا؟ مش هتقدر تروح اي حتة يا استاذ. لا اقدر يا انسة، هقدر. مش ممكن، التليفون بتاعك مش شغال يا استاذ، والابواب والشبابيك مش هيقدروا يتجاوبوا معاك لو حاولت انك تفتحهم. حضرتك محبوس هنا معانا لغاية ما يتحل سر الجريمة. جريمة ايه اللي بيتكلموا عنها دي؟ مفيش لا سر ولا جريمة. لا في، وعشان كده انت خلتنا نيجي هنا. بس انا ما كنتش منتظر ان كنتوا تيجوا هنا، وما كنتش عارف كمان امتى هتيجوا. يبقى ما كانش صح ابدا انك تشطح بتفكيرك للدرجه دي، وانت اللي جايبنا هنا بنفسك. الله، عن اذنك انا طالعه فوق. ايوه طالعه اشوف سعديه عملت ايه مع كاميليا. بنتي يا سعديه. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، الساعة قربت على 12 بالليل. بالسرعة دي؟ تسمح لي اقترح على سيادتك ان الضيوف اللي هيحضروا قراية الوصية يجتمعوا هنا في الصالة، لان الصالة هي اوسع مكان في الفيلا. ممكن يا سعادة البيه؟ اذا كنت شايف كده انا ما عنديش مانع، بس هم كلهم موجودين؟ ايوه يا فندم، الاستاذ جلال درويش محامي المرحوم الاستاذ الكبير فتوح الزعفراني الله يرحمه ويحسن اليه موجود هو راخر، ومعاه الوصية عشان يراها. يبقى على خيرة الله اول ما تيجي الساعة 12 ابقى انده لهم. وتسمح لي كمان يا سعادة البيه استعمل الجرس اللي كان المرحوم بيخلينا اضربه في كل اجتماع بيعمله؟ هو انت؟ ايوه يا فندم، ايوه،
أنا كنت الشغال الخصوصي بتاع المرحوم، وأعرف كل حاجة في الفيلا دي، وأعرف كمان مكانها فين. خلاص، مادام كده انا ما عنديش مانع. اعمل اللي يريحك يا محروس. وتسمح لي كمان إن أقدم للضيوف كوباية عصير برتقال قبل قراية الوصية. ما انا قلت لك اعمل اللي يريحك يا محروس، وانا هكون جاهز عند سماع الجرس بتاعك. مساء الخير جميعا. مساء النور. يا ترى ورثة المرحوم المليونير فتوح الزعفراني موجودين كلهم؟ ايوه موجودين. على خيرة الله. اولا انا احب اعرفكم بنفسي. انا جلال درويش، المحامي الخصوصي للمرحوم فتوح الزعفراني، واللي كلفني بفتح وصيته وقراءتها على جميع الورثة، وحدد لي الساعة والمكان اللي هقراها فيه، وهو ده سبب اجتماعنا. مؤاخذة يا حضرات إذا كنت هقطع عليكم الحديث، بس من أصول الضيافة إن أقدم لكم كوباية عصير برتقال. خش يا سعدية. اوعى رجلك يا اللي على الرصيف. تعالى يا سعدية، خش قدمي لكل واحد من الضيوف كوباية عصير برتقال، وقدمي الأول للأستاذ المحامي يا سعدية. حاضر، اتفضل يا بيه. متشكر. تعالي بقى معايا، فوت على بقية الضيوف. اتفضلي يا ست ليلى. متشكرة قوي. اتفضلي يا ست كاميليا. اتفضلي يا ست حفيظة. متشكرين. أما بقى حضرتك يا أستاذ علاء، فأنا ما جبتش معايا كوبايات كفاية، فاضطريت أجيب لحضرتك كوباية من الطقم اللي كان بيستعمله المرحوم. صحيح هي شكلها غريب شوية، لكن تأدي الغرض. متشكر يا محروس، حطها لي هنا على الترابيزه دي. ودلوقتي لو سمحتوا، احنا اجتمعنا هنا علشان نقرا وصية المرحوم على جميع الورثة. يلا بينا احنا بقى يا محروس، بما فيهم الشغالين. أنا يا أستاذ جلال. وانا كمان يا استاذ جلال. ايوه انتم الاتنين. ايوه بس انا صحيح خدمت المرحوم 35 سنة، لكن ما كنتش منتظر منه حاجة. وانا كمان ما كنتش منتظرة، ده انا ما اشتغلتش عنده غير 6 شهور بس. اما الانسة كاميليا فهي بنت خالي المرحوم اللي جابها من الملجأ واتبناها، وهي الوريثة الوحيدة اللي على قيد الحياة. ودلوقتي بقى اسمحوا لي ان افتح الوصية قدام عينيكم. أنا فتوح الزعفراني أقر بأني في كامل قوى العقلية إلا آخره. نبتدي من هنا بقى. أوصي بترك ممتلكاتي كلها التي تتكون من سندات وأوراق مالية تدفع لحامله. يعني إيه؟ يعني مفيش فلوس؟ ما هي الأوراق والسندات دي زي الفلوس تمام يا ستي ليلى. طمنتني. ممتلكاتي كلها التي تتكون من سندات وأوراق مالية تدفع لحامله، فيما عدا بعض المبالغ الصغيرة التي ستوزع على الحاضرين. مبالغ صغيرة؟ طب والمبالغ الصغيرة دي تطلع قد إيه؟ حوالي 100 جنيه تقريبا. لكن مين اللي هيورث السندات والأوراق المالية؟ أقول لك يا ست. حاضر هقول لك. حاضر لما أشوف لك يا ست هو قايل إيه. قول يا أخويا، قول بسرعة، اتكلم، قول. طولي بالك عليا، ما دي بدور أهو. الله. أيوه هي لقيتها. أما السندات والأوراق المالية فهي من نصيب ابنتي الآنسة كاميليا زعفراني. أنا؟ مش معقول، ده الراجل خرف خالص. استنوا بس ما تستعجلوش، ده في حاجات تانية. الله. ولما كنت أثق في المحامي وصديقي الحميم جلال درويش. إيه بتقول إيه؟ تسمح تقرا تاني الكلام ده؟ مسكين الزعفراني الظاهر إنه ابتدى يخرف لما كتب الكلام ده. أثق في صديقي المحامي جلال درويش، ولكني أخشى أن يطمع في هذه السندات والأوراق المالية، فأخفيتها في مكان أمين للأنسة كاميليا، وهي تعرفه لو عادت بذاكرتها وتذكرت يوم عيد ميلادها وهي في 3 من عمرها، أني أعطيت لها هدية بهذه المناسبة. لو تذكرت هذا اليوم فسوف تعرف مكان السندات والأوراق. يا سلام، ده كان أسعد عيد ميلاد في حياتي، التي ستكون وبالا على من يأخذها، وربما تحدث جريمة. لا لا لا، أنا مش عاوزاهم، حد تاني ياخدهم. أنا مستعد أخدهم بكل سرور. أنا شايف إن مهمتي انتهت وخلصت قراية الوصية، مش فاضل غير الجريمة اللي هتحصل.
خليكم مطارحهم، خليكم مطارحهم، محدش يتحرك. انا هجيب البطاريه. هي فين كوبايه العصير بتاعتي؟ انا لسه ما شربتهاش. لقيتها على الترابيزه، الحمد لله. تسمح لي اساعدك يا استاذ علاء؟ لا خلاص، انا لقيتها اهي. بس اديني نورتها لكم اهي. انسه كاميليا، انت فين؟ أنا هنا يا أستاذ علاء مستخبية. الحمد لله كلكم موجودين. انسه ليلى، أنا هنا يا أستاذ. وانا هو موجوده، محدش قتلني لحد دلوقتي. وانا وسعديه موجودين يا استاذ علاء. ومين قال لك يا اخويا ان انا موجوده؟ انا مش قادره اتلم على جدتي. والاستاذ جلال، الاستاذ جلال ما بيردش ليه؟ أستاذ جلال، أستاذ جلال، رد على الأستاذ علاء. الله، إيه الحكاية ده ما بيردش؟ أستاذ جلال جراله حاجه يا استاذ، اوعى يكون اوعى. ايوه يا انسه كاميليا، استاذ جلال مات للاسف. يا خبر زي بعضه، ايه اللي موته؟ الظاهر إن كان في حاجة في كوباية البرتقال اللي شربها. بس شممين الكوبايه اللي شرب منها دي. ده زرنيخ. لكن دي كوبايه الاستاذ علاء اللي شربها، مش هي برضو يا استاذ الكوبايه اللي كان شكلها متغير عن كوباياتنا؟ انا ما شربتهاش يا انسه، انا سبتها على الترابيزه. يبقى هو لازم شربها لما النور اتطفى من غير ما يعرف انها مش كوبايته. يعني ايه؟ يعني اللي حط الزرنيخ فيها كان فاكر انها كوبايتي انا. ضروري لازم كان يقصدها. دي جريمه قتل يا استاذ، جريمه قتل. والقاتل هو واحد منكم. ضروري لازم يكون واحد مننا. ضروري. لكن ده انا المسؤول عنكم. ايوه، انت اللي جبتنا هنا فعلا، ولازم يكون واحد مننا هو اللي حاول يقتلك. لكن مين بقى فيكم هو القاتل؟ اهو ده اللي لازم نعرفه. وتفتكر يا استاذ علاء ان السم مش محطوط الا في كوبايه واحده اللي هي بتاعتك؟ الملاحظ لغايه دلوقتي ان هو كده. وما شربتش ولا شفطة من الكوباية قبل الوصية ما تتقري؟ لا، انا مش فاكر انا شربت منها ولا لا. يبقى السم انحط فيها قبل ما يقدموها لك. لا ما تبصيليش كده، ده محروس هو اللي عبى البرتقال في الكوبايات، انا بس اللي ساعدته وشلت له الصينيه اللي عليها الكوبايات. ويمكن كمان يكون انحط في الكوبايه لما النور انطفى. لكن ليه وعشان ايه؟ ليه يقتلوا المسكين الاستاذ جلال بس ليه؟ بتسألي ليه؟ ما انتش عارفة. ده انا اقدر اقولك على 1000 سبب وسبب. دي معاملاته كلها كانت غش في غش. ده ياما ضحك على ناس وخلاهم يدخلوا بأموالهم ويساهموا في مشروعات وهمية. لكن القاتل مش كان يقصد الأستاذ علاء؟ مش ضروري، لأن الضلمة يمكن تكون خلت القاتل يفتكر إن الكوباية اللي حط فيها السم بتاعة الأستاذ جلال، لأني كنت حاططها على الترابيزة جنبه. ليلى بتعيطي ليه دلوقتي؟ انتوا نسيتوا ان انا دلوقتي بقيت ارمله وان المسكين جوزي مات. صحيح، معلش ربنا يصبرك. ده يصبرها ده ايه؟ انت بتصدقي الدموع دي؟ ايوه صحيح يا ليلى، الدموع دي مش طالعه طبيعيه خالص. انا بعمل اللي اقدر عليه. المفروض ان الواحده مننا لما يتقتل جوزها لازم تعيط عليه. وانا احسن حاجه بعملها هو العياط. حقيقي. يا استاذ، حضرتك عاوزني في حاجة دلوقتي؟ لا متشكر يا محروس. طيب يلا بينا يا سعدية. والعمل يا جماعة، احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ لا، مش نطلب البوليس، يمكن يبعتوا لنا ظابط، والظابط ده يقدر يحل لنا اللغز. يا وما نحلوش احنا ليه؟ كل لغز وليه حل. ولا انت رأيك ايه يا أستاذ علاء؟ أنا رأيي برضو إن احنا اللي لازم نحله. يبقى لازم ندور على المفتاح. وتقصدي ايه بكلمة المفتاح؟ اقصد السندات والاوراق المالية اللي لحامله. انت عارفة مكانها يا كاميليا مش كده؟ الوصية بتقول كده. لكن انا كان عندي 3 سنين، هفتكر ازاي بس؟ على العموم انا مش عاوزاهم. ايوه مش عاوزاهم، انا عندي اللي يكفيني. مش معقول يا ست كاميليا، مش معقول ابدا. صحيح عندك اللي يكفيكي، لكن ده مش معقول انك مش عاوزة زيادة. ولا انت عاوزة تقتلينا كلنا علشان محدش مننا يعطر فيها؟
والفيلا تفضلك وتبتدي تدوري على راحتك وتقلبيها طوبة طوبة. كاميليا، انت عارفة مكانهم فين؟ لا ما اعرفش افتكرت. الاستاذ فتوح اداني هديه في عيد ميلادي فعلا، وكنا واقفين قدام المكتبه دي. ايوه، يبقى لازم في كتاب من الكتب اللي في المكتبة. انا هفتح كل كتاب وادور فيه. اوعي تقربي على المكتبة، مفيش حد يمد ايده على المكتبة، انتوا فاهمين؟ الله، امال مين اللي هيدور؟ شخص محايد، ومفيش فينا شخص محايد غير الأستاذ علاء، هو بس اللي يقدر يمد ايده عليها. واحنا موافقين. ايوه، اتفضل يا استاذ. يلا دور يا استاذ. احنا قاعدين. اتفضل يا استاذ. ايوه، بس التدوير ده هياخد وقت طويل. زي بعض واحنا قاعدين. احنا قاعدين. والعمل يا استاذ علاء، احنا لا لقينا السندات ولا عرفنا مين هو القاتل، يعني ما وصلناش لحاجة ابدا. مفيش غير كون الأنسة كاميليا تتذكر تاني عيد ميلادها ده وتقول لنا ايه اللي حصل بالظبط خطوة خطوة، يمكن نقدر نستخلص منه حاجة تدلنا على مكان السندات. هو الله يرحمه كان راجل طيب قوي معايا. بعد ما مامي وبابي ماتوا، إذا ما كانش هو خدني من ملجأ اليتامى اللي أنا كنت فيه، مش عارفة كان إيه اللي هيحصل لي. استمري. احنا دخلنا في الأوضة دي وقعدنا قدام المكتبة دي، وطلع منها علبة حديد وادهاني. قلت له ايه دي؟ قال لي علي بابا جابلك الهدية دي. فتح العلبة وهو بيضحك وعينيه بتدمع، وطلع من العلبة عروسة صغيرة. حضنته وبوسته وقلت له أنا هفتكر العروسة دي طول عمري. خدت العروسة وطلعت أنام فوق، وكنت حاسة بإني أسعد بنت في العالم. بتقولي العروسة طلعها من المكتبة وكانت في علبة حديد؟ أيوة. طيب وما خدتيش العروسة ليه بعلبتها؟ علشان هو بعد ما طلع منها العروسة وادهاني، خد العلبة وحطها تاني في المكتبة، وهو بيقول ودلوقتي بقى نرجع العلبة تاني في مغارة علي بابا. مغارة علي بابا ايه وبتاع ايه؟ لا، الراجل ده باينه كان بيخرف. لا، الراجل ما كانش بيخرف، لا ده كان بيقصد حاجة بالكلام ده. هيقصد ايه يعني؟ أنسة كاميليا، أيوة. انت بتقولي انك قلت للأستاذ فتوح انك هتفتكري العروسة دي طول عمرك. أيوة. يبقى هو افتكر الجملة اللي انت قلتيها له دي وحب انه يفكرك بيها علشان تعرفي مكان العلبة الحديد. يعني ايه؟ انا مش فاهمة. قصدك تقول ان العلبة الحديد دي فيها السندات؟ واحتمال كبير قوي كمان. ايوه، طب هنعرف مكانها منين؟ ده احنا فتشنا المكتبة كتاب وما لقيناش حاجة. انت مش بتقولي يا أنسة كاميليا انه قال وهو بيرجع العلبة للمكتبة تاني انه هيرجعها في مغارة علي بابا؟ أيوة صحيح. يبقى كلمة السر هي مغارة علي بابا. أيوة، مغارة علي بابا. مش معقول يا أستاذ علاء، لا مش معقول أبدا. لا، معقول قوي. معقول إزاي بس يا ولاد؟ يعني عاوزنا نقول للمكتبة افتح يا سمسم ونبص نلاقي المكتبة فتحت وطلعت العلبة من المكتبة؟ لا يا ستي، أنا ما أقصدش كده. أنا أقصد إن المكتبة فيها مخبأ سري. هو مش علي بابا كان بيخبي كل حاجة في المغارة؟ أيوة صحيح. خلاص، نبقى ندور على المخبأ اللي موجود في المكتبة. عن إذنكم دقيقة واحدة. أما نشوف هيعمل إيه. طمنا يا أستاذ علاء، لقيت حاجة؟ طولوا بالكم، ما تستعجلوش. ما نستعجلش ازاي بس؟ احنا عاوزين نطمن. الله، ايه ده؟ ايه لقيتها؟ الصوت بتاع الخشب ده زي ما يكون وراه فاضي. ايوه هو لقيته. هو ايه اللي لقيته؟ المخبأ اهو. لقيت العلبة اهي. افتح قوام، افتح، انا مش قادرة استنى. انا بحاول افتحها اهو. افتح امال. بس اهي انفتحت اهي. جواها ظرف وفي السندات اهم. أستاذ علاء، أنت لقيتهم؟ يا ما أنت كريم يا رب.
مبروك مبروك علينا يا جماعة، مبروك. يعني ايه؟ يعني الورقتين الصغيرين دول فيهم الثروة دي كلها؟ ايوه هم فيهم كل ثروته. طب ممكن تخلينا نلمسهم يا استاذ علاء؟ السؤال ده تقدري تسأليه للأنسة كاميليا، لأن الأوراق دي بقت بتاعتها. اتفضلي يا أنسة كاميليا، السندات بتوعك اهم بالتمام والكمال. يا سلام، قد ايه الاستاذ فتوح كان كريم معايا. دي ثروة كبيرة حقيقي. بس انا مش عارفة اعمل بيها ايه. بيتهيألي الجمعيات الخيرية محتاجاهم اكتر مني، لانهم لو فضلوا معايا هيجي عليا الدور انقتل، لان في واحد مننا طمعان فيهم. عشان كده لازم نعرف مين هو القاتل الاول عشان نضمن سلامة اللي هياخدهم. على العموم القاتل دايما بيسيب وراه دليل. الأستاذ جلال المحامي مات بالسم، وأنا لازم أدور على الخيط اللي هيوصلني لمعرفة القاتل. عن إذنكم أنا طالع فوق. لا يا أستاذ علاء، ما تطلعش فوق، اعمل معروف لحسن يكون محروس. ايه ده؟ لحسن يكون محروس ايه يا كاميليا هانم؟ ايه ده؟ انت كنت بتتصنت علينا يا محروس؟ مش غريبة، دي عادة من عادات الشغالين يا هانم. وسمعت حاجة عن السندات؟ ايوه، ومبروك يا أنسة كاميليا. متشكرة. عن إذنكم. رايح فين يا محروس؟ حضرتك شايفني شايل صفيحة الزبالة، يبقى رايح أرمي الزبالة، مش كده ولا إيه؟ وريني الصفيحة دي فيها إيه؟ بقول لحضرتك زبالة. ما أنا عارف إنها زبالة، بس أنا خايف تكون رميت فيها حاجة وأنا محتاج لها. ممكن؟ اتفضل أهي. وإيه الإزازة الفاضية دي؟ كان فيها إيه يا محروس؟ هيكون فيها إيه يعني؟ أقول اللي كان فيها ولما خلصت رميتها في الزبالة. أيوة، بس قبل ما ترميها كنت عارف كان فيها إيه؟ كان فيها إيه يا محروس؟ ما بتتكلمش ليه؟ تحب أقول لك أنا كان فيها إيه يا محروس؟ كان فيها السم اللي أنت حطيته في كوباية عصير البرتقال بتاعتي، مش كده برضو؟ محروس، هو أنت يا محروس؟ أنت يا محروس كنت عاوز تقتل الأستاذ علاء، لكن خاب ظنك وقتلت الأستاذ المسكين جلال المحامي. أنا ما يهمنيش مين اللي اتقتل، لو كان علي أنا كنت أخلص عليكم كلكم. طب والأستاذ علاء عمل لك إيه عشان تقتله؟ لأنه قتل شخصيتي وعملني شغال حقير ما عندوش ضمير في كل رواياته، وبقتله هستعيد سمعتي وكرامتي. ودلوقتي بقى ما تفتكروش انكم انتصرتوا عليا، لا مش ممكن هتنتصروا عليا ابدا. هات السندات اللي في ايدك دي، هاتي. لا يا محروس، لا. تعالي هنا، هو حد منكم قرب عليا والا فرغت المسدس ده فين؟ الله، محروس انت جننت. دخل المسدس ده في جيبك زي ما كان. اي حركه من واحد فيكم هيكون اخر حركه في حياته. محروس، لا يا محروس، لا، الاستاذ علاء ملوش ذنب، اوعى تقتله، ده هو اللي بيكتبنا على الورق يا محروس. استاذ علاء اعمل معروف، انقذنا. استاذ علاء، انقذكم ازاي بس؟ خلص القصه بتاعتك اوام، اعمل معروف خلصها اوام عشان نرجع تاني وتنتهي ادوارنا. لا، اوعى تعمل كده، اوعى. لو عملت كده هضربك بالنار. اعمل معروف يا استاذ علاء، اعمل معروف، خلص الروايه يا استاذ علاء. ايوه يا استاذ علاء، هو ده الحل الوحيد، مفيش حل غيره. اعمل معروف. حاضر. إلى هنا تنتهي قصة جريمة لم أرتكبها. إيه ده؟ هم راحوا فين؟ أنسة كاميليا، أنسة ليلى، أنتوا فين؟ معقولة دي؟ اختفوا بالسرعة دي؟ إيه الحكاية؟ هو ده كان حلم ولا إيه؟ ولا أنا اتجننت؟ إيه ده؟ ده جرس الباب بيضرب، يكونوش رجعوا تاني. يا رب استر يا رب. صباح الخير يا استاذ علاء. مين؟ نحمده؟ ايوه نحمده يا بيه. مالك اتخضيت كده ليه؟ خلي الباب مفتوح، ما تقفلوش علشان الشمس تخش لك شوي. شمس؟ ليه؟ واحنا بقينا الصبح؟ يوه من بدري يا بيه. ليه؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ ده احنا جربنا على الظهر يا استاذ علاء. مالك كده باين على حضرتك التعب. هو انت ما نمتش كويس ولا ايه؟
لا، ده الظاهر عليا اني قعدت اشتغل طول الليل يا نحمته. يبقى انا ملياش حق ان اصحيك بدري. اصل انا جايبالك الجورنال بتاع النهارده يا بيه. اتفضل اهو. ايه ده يا سعادة البيه؟ ايه في ايه مالك؟ كل ده ورق كتبته على الماكينة يا سعادة البيه؟ ده انت لازم خلصت الرواية على كده. ورق؟ ايه ده؟ ايوه صحيح، لكن كتبته امتى ده كله؟ لازم طول الليل يا بيه. ايوه لازم كده. معقول؟ حضرتك لازم اندمجت جوي في الكتابة وما حسيتش بالوقت. الظاهر كده يا نحمده، وما دريتش بنفسي فعلا، وسرحت قوي بخيالي. مش قلت لك حط الشخصيات اللي في مخك على الورق وهم يدلوك على خط سير الرواية؟ انا مش قلت لك كده؟ وفعلا يا نحمده، فعلا هم اللي دلوني على خط سير الرواية، والجريمة اللي كنت محتار فيها هم اللي ارتكبوها. ايه وسميتها ايه بقى الرواية دي؟ سميتها جريمة لم ارتكبها. جريمة لم ارتكبها كتبها أحمد حلمي. اشترك في التمثيل أشرف عبد الغفور، إحسان القلعاوي، ميرفت سعيد، مديحة حنفي، رشاد عثمان، محمد ولاء الدين، رؤية أحمد، الشريف خاطر، وعنايات صالح. التسجيل والمونتاج إمام عبده. جريمة لم أرتكبها، إخراج إبراهيم الكردي.